ده كده نصاب فهمي رسمي نظمي. انا حرفيا سجلت الفيديو ده 4 مرات، وكل مره كان يحصل مشكله من التليفون ومن الكمبيوتر، فمعلش استحملوني في سوء جوده الصوت لحد ما باذن الله المايك بس كان فيه مشكله. ونبدا. السلام عليكم. ايه رايكم نطلع فلوس من الذكاء الصناعي واحنا قاعدين في التليفون او من الاي اي وكده؟ في تحدي انا واخده مع نفسي وهاخده معاكم برضه. النهارده 11 يوليو، تمام، يوم 11. انا اشتراك النت هيخلص عندي يوم 20. قعدت افكر كده، طب ما انا عندي خبره كفايه وخبره كويسه جدا تخليني اقدر اطلع فلوس من النت. حاولت كتير جدا، بس زي اي واحد فيكم اصلا جرب حاجات زي ده كتير وفي الاخر ما كملش فيها وكده، او شاف ان الدنيا صعبه. بص، انا هخش انا هعمل الفيديو ده، هنخش هنشتغل وهنعمل فلوس، وباذن الله ربك اللي بيرزق، وهدفع النت. تمام. هنعمل ايه بقى؟ استخدام الاي اي. بص، انا مش عايزك تبقى عندك خبره في حاجه، ولو عندك دي حاجه تبقى كويسه كمان لانها هتفيدك. هنعمل ايه؟ مثلا تصميم صور، تصميم لوجوز، تصميم الكلام ده كله. وبس كده. ويا ريت يا جدعان اللي يعرف حاجه يطلع يقولها ويتكلم، يعني محدش بياخد رزق حد من الاخر. نبدا بقى كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا مثلا هخش هنا على فايفر، وهفتح صفحه كمان ديت انا هفتح فيها جيميناي. كده كده انتوا هتبقوا شغالين على الموبايل فمش محتاجين دي. الحمد لله. طب هنا انا يعني قربت الصفحه كده عشان يبقى كله فاهم اللي بيتقال وكده. تمام. فين خدمات زي دي اللي هي شيل، انت تشيل خلفيه وكده، وده سهله جدا واسهل منها مفيش عموما. فديت انا هعرفكم ازاي برضو. تمام. وانا كنت عامل خدمه اصلا زيها، بس انا مكنتش مهتم اصلا يعني هنا بيقولوا ان هم هيشيلوا الخلفيه، بس لا، انا بشيل الخلفيه وبعلي كواليتي الصوره كمان. يعني انا مقدم خدمتين في خدمه واحده، بس يلا هو مكانش فيه نصيب. في هنا حاجات زي كده، اللي احنا هنشتغل عليه بتاع اللوجو عموما يعني. تمام. فنرجع كده، تبديل الى البيع. تمام. الخدمات بقى بتاعتي، زي ما انتم شايفين ان الاكونت اصلا انا كنت عامله بقالي كتير ما اشتغلتش عليه، خير هنبتدي نشتغل عليه مع بعض. هنا بقى في حاجة مهمة قوي لازم تاخدوا بالكم منها، عشان ده واحد نصاب اهبل كده دخل لي فبيقول لي ايه ده. اول ما رفعت يعني الشغل على طول لقيته داخل كده على الخاص بيقول لي ايه، ان هو بيحاول يشتري خدمتي ومش محتاجين البريد الالكتروني بتاعي. خش على الصفحة، او خش اسف على الصورة اللي هو بعتها دي، تلاقي ان هو واحد اهبل. يعني ده جايب لي كده الصورة ان هو خلاص حط رقم الفيزا بتاعته وانا مخبي الحاجات دي، وان الايميل طالب منه الايميل بتاع البائع اللي هو الايميل بتاعنا. هي ازاي؟ طب انت تسجل بالكارت بتاعك انت او بالفيزا بتاعتك انت، فمالكش دعوه. عمره ما هيطلب، مفيش موقع في الدنيا بيطلب منك ايميل البائع. طب عموما بص، هقول لكم على حاجه انا خدت بالي منها، عشان الحاجه ديت انا كنت بعملها بس مش عشان انصب على حد، بس عشان اغير الكلام اللي مكتوب. بص، لما تعمل زوم كده، شايف انت الخيال، يعني الخيالات عن النقطة البيضاء دي كده، الكلام في خيال فوق الصورة نفسها. ننزل هنا كده، الكلام ده كان في كلام تاني، البريد الإلكتروني بتاعه هو اللي كان مطلوب منه، فهو مسحه وقام كاتب الكلام ده، فباين أوي أوي أوي. اهي هنا كان في كلام ممسوح وده مكتوب مكانه. فده كده نصاب فهمي رسمي نظمي. تمام. هنا ده واحد بعتلي، بس انا كل ما بحاول ابعتله او كده ما اعرفش في مشكلة بتحصل، ما علينا منه. تمام. اعمل هنا بقى الشغل اللي انا حاطه او كده. طب هنا كده سريعا، يعني الحمد لله هو فتح. شوف هنا دوت المفروض الفيديو اللي انا عملته من على الموبايل ما كملش. انا الحمد لله هو اول ما حطيته ففي مشاهدات هنا كده جت عليه وكده، فتمام الحمد لله يعني ان في حد شافه. نعمل هنا طبعا، هو كلمة دي الترجمة هنا غلط. تمام. لان المفروض ان هو وان بليس مش وان. يعني المفروض ان انا هعمل تسعيرين او خدمتين اسف بسعر خدمة واحدة، فلما نعمل كده اهي كده: design one price
فري براند كده يعني. فتمام، فخلينا نرجع تاني هنا كريت نيو جيج ديت اللي هي برضو سريعا كده هنعمل ايه. جيمينا احنا فتحنا خلاص، تمام. هاجي افتح الموبايل. يعني انا ممكن اعمل ديت ان انا على الكمبيوتر، بس انا خليها على الموبايل اسهل يعني، عشان اوريكم حتى انت لو انت تشتغل مع الكمبيوتر وما عندكش المايك فاوريك هتعمل ايه وكده. هنا دخلت على الجيميناي، لان هنا بقى نخليه يعني نشتغل عليه وكده، هو اللي يعمل لنا التصاميم يعمل لنا كل حاجه. اللي هيتعمل دلوقتي انا ممكن دلوقتي ادوس استخدام المايك وهتكلم عادي، ممكن اكتب بالكيبورد، بس انا عايز اسهلها لك لو انت هتتعامل مثلا مع الكمبيوتر وكده وبتكسل تكتب زيه والكلام ده، فانا بحب بس بصراحه بستخدم المايك على طول. فمثلا هنا انا اقول له على الموبايل دلوقتي انا عايزك تعمل لي وصف وكلمات مفتاحيه وعنوان كده الخدمه اقدمها على موقع فايفر. الخدمه دي هتبقى مختصه ان انا بعمل لوجو وهويه بصريه للبراند بتاع العميل. خدمة بناء هوية العلامة التجارية براندنج. العنوان تمام، هنا هعمل ريفرش كده. تمام، دي لو مش ظاهرة عندك اللي هي القايمة دي هتقوم عامل كده، فهتبقى كده. فبقوم دايس كده اهي. اخر حاجة بعد ما عملت ريفرش من على الكمبيوتر اهي، دي اللي هو اللي هي دلوقتي على الكمبيوتر. تمام، هنا العنوان كده. طب انا عايزك تخلي لي الوصف والعنوان هيبقوا بالانجليزي، وهتضيف لي فيهم ان انا اعمل لك اتنين لوجو او اتنين ديزاين وكده، الاتنين هيبقوا بسعر واحد يعني، هتدفع واحد والتاني هياخده هدية. براند ايدنتيتي ديزاين. العنوان المقترح بروفيشنال براند ايدنتيتي ديزاين. لوجو، طيب تمام. colors وتايبوجرافي زائد 2 فري كونسبتس. الوصف هنا بقى يعني هو ده هنا خلاهم لهم بالانجليزي، فانا عشان برضو كله يبقى فاهم اللي مكتوب هنعمل كده. فاهي تصميم هوية العلامة التجارية الاحترافية، شعر الألوان والطباعة زائد ايه مفهوم جديد بالترجمة بتاعت جوجل ده اللي هتودينا في داهية. عموما يعني هو ده الحاجات اللي انا بعملها يعني. ممكن اقعد اتكلم معاه وهوصل لافكار غريبة يعني، افكار جامدة جدا ومتهيألي محدش عملها، وهو هيساعدني في تصميم الحاجات اللي هو هيقول لي عليها دي كلها. تمام، فالحاجة اهي. هعمل دلوقتي ايه بقى. هو في مشكلة هتقابلك ان فايبر هنا في العنوان لو خدت ده كده. تمام، خدت زي ما هو كده، جيت تحطه هنا. فبعد ما تيجي تعمل بقى حفظ ومتابعة هيقول لك ان في مشكلة ان هو مش هيقبل ايه، ان يبقى في حاجة تانية غير حروف وارقام. فهنطلب من جيميناي بقى. المرة دي انا هعملها على الكمبيوتر هتبقى اسهل يعني. طيب هو في العنوان موقع فايفر ما بيقبلش اي حاجة غير حروف وارقام بس، فشيل لي اي علامات او اي حاجة زيادة واديني نفس العنوان او كنا محسن كمان عن كده. تمام، نعمل له سند اهي. طبعا انا همشي هرجع معاكم واعمل الكلام ده كله من اول تاني، لان المفروض ان انا خلصت اصلا من على الموبايل خلاص. تمام، هنيجي هنا نختار الفئة، واحنا هنعمل الديزاين. هنا تصميم الشعار. هنا بقى في دي ممكن هنا نختار هي حاجة واحدة هنختارها. تمام، فمثلا انا هختار 3D. هنا انا عموما انا هختار شعار يعني تنسيق الملف. هنا الملفات دي كده كلها مش كل تنسيق من دول كل الناس هتعرف تعمله، هيبقى محتاج شوية شغل زيادة هنعمله. فانا بي اس دي واي اس بي واي بي اس ديت يعني ممكن نخليهم دلوقتي مش هنعمل فيهم حاجة. فاحنا هنشتغل على ايه، على الجي بي جي والبي دي اف والبي ان جي. البي ان جي ديت عموما لو انت معاك صورة بدون خلفية او كده فدي بتاعتها، واس بي جي وسي دي ار يعني دول ممكن نخليهم دلوقتي. ممكن مثلا نعلم على الاي اي كده رخام. ارجع هنا لجيميناي، اكتب لي افضل كلمات مفتاحية تخلي العمل بتاعي يظهر في الصفحات الاولى تمام، ويكون هو الاكثر بحثا. نقول له send. طبعا انا ماشي معاكم خطوة بخطوة، والفيديو هيبقى طويل وممل انا عارف، بس عشان اللي مش عارف حتى او اللي اول مرة يشوف الحاجة ديت
اللي هو يبقى ماشي مع خطوة بخطوة. تمام. هنا خدت ده كده. طبعا انت لو عارف الحاجات ديت فانت ممكن تتخطى الفيديو ده، يعني الكلام ده كله لحد ما عندوش خبرة في اي مجال، وده اللي انا عايزه لان ده اللي انا عايز اساعده. تمام. خدت ده كوبي، تعالى على فايفر. تمام. بعد كده ادوس انتر. خلاص كده بقت الكلمة موجودة. ارجع بقى اخد بقية الكلام. هنا كده انا خلصت وحطيت الكلمات المفتاحية بتاعتي. في حاجة هنا في جيميناي هتستعملها بقى مع جيميناي، مع شات جي بي تي، مع كوبايلوت، مع اي نموذج ذكاء اصطناعي تستخدمه. لو هيديك مثلا حاجات زي كده كلمات مفتاحية كتير، فانا ممكن مثلا في العنوان حتى او الوصف او الكلام ده ممكن تقول له ايه بقى، اعمل مع الحركة دي تنفعك انت. هو اعمل لي 4 كلمات مفتاحية و4 اوصاف و4 عناوين، واعمل لي مقارنة بينهم، ايه هو افضل عنوان بنسبة مئوية يكون جذبا انتباه. طيب بص بقى اللي هيعمله جاب لي هنا الخيارات اهي. تمام. ننزل بقى تحت مقارنة العناوين بقى دول كده، وبيقول لك نسبة القوة، يعني هي مثلا في اول واحد دوت يذكر خدمتين الاساسيتين بوضوح. تمام. كلمة بروفيشنال توحي بالجودة يقول لك هنا 70%. تاني واحد مديني نسبة 95%. ليه بقى؟ بيقول لك هنا انها بتشير لخدمة مخصصة والعرض المغري تمام، ونقاط بيع قوية يعني بيقول لك كل عنوان هو اختاره ليه، ويحط لك النسبة المئوية بتاعته. ممكن تقول له قول لي على 100 عنوان مثلا واعمل لي لهم نسبة مئوية. فانت ممكن تعمل حاجة زي دي كده. فيقول لك هنا افضل عنوان لجذب الانتباه هو العنوان التاني الافضل بنسبة 95% وكده. وده عموما اللي انا هستخدمه اهو. تمام. ده اللي انا هستخدمه. هرجع اغير ده بس غالبا هو اصلا. فتمام. بعد ما خلصنا هنا الحاجات دي هننزل بقى هنا اقول له هنا كده. كده ظهر لي بقى ايه المشكلة اللي كنت بقول لكم عليها، اللي غالبا اصلا احنا حليناها لان مفيش اي علامات زيادة. فعشان يبقى ده كله فاهم همسح ده واجي هنا اقول له سيف. هنا يقول لي ان مفيش عنوان. تمام. هحطهم له كده. امسح ويقول لك جاست بيرفكت او الحمد لله. تمام يا جماعة. هنا ديت بقى بيقول لي الفئات المقترحة يعني وكده. فعموما احنا نخلينا يعني هنا ايه في اللي احنا اخترناه. وطبعا الحاجات دي ممكن اصلا متمشيش ورا الشرح بتاعي، وخليك مع جيميناي عادي وقول له كل خطوة قول له اعمل ايه هنا، وهو هيقول لك وهتمشي مع خطوة بخطوة. تمام. طب هو الحمد لله خلص. تمام. جينا هنا بقى الخطوة التانية ديت البرايسنج وكده التسعير يعني. نرجع بقى هنا على جيميناي. اعمل لي بقى العناوين انا وصلت لحد الصفحة بتاعت التسعير، فانا عايزك تعمل لي عناوين كل خدمة واسعارها المقترحة هتبقى كام، وعاوز اسعار ما تكونش عالية عشان تخلي اول عميل يشتري على طول. طبعا وانا هنا مش هاخد الاسعار اللي هو كاتبها لي، انا هحاول انزل عنها. يعني هنا بقول لك الباقة الاولى $25 ديت تبقى صعبة، لان في ناس اصلا بادئة من $10. فانا لو قبل معايا اقل من $10 انا هبدأ $5. تمام. فانا همشي الاسعار دي كده انا هعدل عليها، فانت ابدأ بس هات اول مبيعة اول عميل، وبعد كده الدنيا هتبقى مظبوطة معاك اكتر. تمام. لان انت طول ما انت مفيش اصلا مبيعات عملتها فالموقع مش بيظهر الخدمة بتاعتك لناس كتير، او مش بيظهرها غالبا. في بعض المواقع مبتظهرش الخدمة الاولى اللي انت بتعملها، فلازم تجيب انت اول مبيعة دي. فعشان كده انا هبدأ بسعر قليل، وغالبا اصلا لو بدأنا $5 بعد العمولة بتاعت الموقع. ف يعني اعمل حسابك مثلا ممكن $3. انا مش عارف بصراحة العمولة بتاعت الموقع هتبقى قد ايه. فهنبدأ بقى مع بعض كده. نبقى ده كده ستارت اب لوجو باكج.
بس احنا هنا قايلين ان هو تصميم عليه تصميم هدايا. احنا عايزين نحط كده في العناوين بتاعة الباقات او الباكج وكده ان التصميم هيبقى عليه تصميم هدية، تمام، او اللوجو هيبقى عليه لوجو هدية تاني، هعمله له مجانا. لوجو هدية هعمله له مجانا. تمام، انا مش هصلح بقى ورا وهو واقف. تمام، نشوف بس كده ده هينفع ولا لأ. تمام، نرجع له هنا. اعمل لي الشرح بقى بتاع الباقات ديت، يعني كل عنوان هيبقى تحته شرح الباقة بتاعته، ايه الخدمات اللي اقدمها. ماشي، انا عايز الشرح والحاجات اللي هكتبها على الموقع تكون بالانجليزي. تمام. طب هنا زي ما احنا شايفين كده ان الكلام كتير، يعني اللي انا واخده من جيميناي هناك، المكان هنا بيبقى طالب عدد حروف اقل يعني وكده. فهنرجع لجيميناي نقول له ايه بقى. انا عايز الوصف بعدد كلمات اقل يكون متوافق مع الكلمات او الديسكريبشن اللي في موقع فايفر. طيب تمام. هنا اهو انا ليه بعمل كل خطوه؟ يعني المفروض ان انا بعرف اعمل الكلام ده وممكن اعمله لوحدي، بس انا ماشي معاكم خطوه بخطوه. تمام، هناخد بقى كده اهو. تمام، كوبي، نرجع هنا. تمام، المهم ان انت عرفت الفكره يعني، فانا هتخطى النقطه دي عشان الوقت بس. تمام، وقت delivery time ده اللي هو وقت التسليم، فانا ممكن يعني عشان نبقى سريع وكده فنخليها كلها. هنا ممكن نضيف خدمة إضافية بس تمام، هقول لكم برضو نعملها ازاي. خلينا مثلا 3D، خليها 2D. بص، هو ممكن نخليهم كلهم واحد 1 day لو انت كده كده هتخلصهم بسرعة، ممكن نخليهم كده كلهم. بس هنا انا ليه مختار كده؟ لان في هنا تحت خدمة كده عند الخدمات المضافة اللي هي دي. فلو ممكن مثلا الخدمة اللي هتاخد لها يومين فانت تخليه يدفع لك $5 الحاجات دي بتبدأ من $5 عموما. تمام، عشان تسلمها في نفس اليوم وكده، فاحنا كده كده هنسلمها في نفس اليوم. انت الشغل مش هياخد معانا 3 دقايق على بعض، فمثلا نخلي دي كده. تمام، ننزل بقى هنا عند نحاول نقرب الصفحة. تمام، المراجعة هنراجع معاه كام مرة؟ ممكن نراجع معاه مرتين، حلوين أوي. هنا مرة، هنا مرتين، هنا عشان ده دافع ويعني كده فهخليه 5 مرات. تمام، ممكن هنا مرة برضو، 2، هنا اديله 5. يعني لو على اللي هيدفع كتير. تمام، هنا بقى الحاجات اللي احنا هنديها له ايه في كل خدمة من دول، يعني اللي يخليه يشتري الخدمة ام $10 او $5 مثلا، واللي يخليه يشتري ام 50. هنا شفافية الشعار ديت موجودة هنديها له. ملف المصدر يعني ماشي، ملف قابل للطباعة هنسيب دول. نخش بقى على تاني واحدة، طبعا هنعلم على دول كده. هنا نضيف له ثلاثي الأبعاد. تمام، ملف المصدر دوت ممكن هنا اديله ايه، مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي. هنا علم بقى على كل ده عشان ده اللي هيدفع ده البيكت بتاعنا. تمام ماشي، نخش بقى هنا التسعير بقى. هنا انا امبارح لما كنت بعمل على الموبايل جربت احط $5 زي ما الموقع بدايته، وانا كنت بقى حطيت الشغل اللي قبل كده بداية من $5، فما قبلش معاه $5 يعني بيقول ان رقم قليل وكده، فاحنا هنا نبدأ من اول $10. او ممكن كمان اجرب كده $7 لو قبل معايا. تمام، هنا اللي حلو مثلا اضرب في الضعف بقى، يعني هنا ممكن اخليها 25، هنا دي خليها لي 75، او خليها 60 يا عم على طول. هنا بقى الخدمات دي، سوف اكون في التسليم هنا 0.
كده كده يعني مش محتاجة، هو بات يوم اصلا. خليها مثلا $5. نقول خليها $3، لو نفعت نفعت، لو اي حاجة زيادة هتيجي مش مشكلة، بس حلنا احنا. الباقة التانية هنختار اليوم من $5. هنا $5 نختارها له يوم. تمام. هنا بقى المراجعات الإضافية، نضيف له هنا مثلا يوم. لو عاوز يعمل مراجعة نخليها له $1، يعني أنا عن نفسي راضي $1 ده لو حد راجع أصلا. إشعار إضافي هنا خلي احنا كده كده عند واحد ببلاش، بس لو عاوز يزود تاني فنخلي ديت $5. هنا نموذج ثلاثي الأبعاد 5. بلاش هنا نختار دي، خليها كده. دول اللي بقى اخترناهم كده او بنضيفهم ليه؟ لان مثلا هنا اللي اختار الباقة الاولى اللي هي ام $7 دي، ما في بقية الخدمات دي لو هو محتاجها مثلا، وغالبا هيبقى محتاجها الا لو واحد اصلا لسه بادئ ومش فاهم الحاجات دي بتعمل ايه، فاكيد طبعا هيدفع. فاحنا هنا مخلين دي 25، فيا عم خلي اقل واحدة $7 عشان تجذب الناس، ماشي. فهنا نخلي ديت 5. على فكرة اللي انا بعمله ده انا بضرب بقية الخدمات الاغلى، بس ده مش مشكلة يعني، ماشي الدنيا. ممكن بقى تحط خدمات اضافية، بس ما علينا من دي دلوقتي. نسينا نحط ستاندرد باكج. تمام. طيب هنا طيب تمام ماشي. نرجع بقى للوصف بتاع الخدمة. description. تمام. طبعا الكلام اللي انا بعمله دوت مش احترافي ومش اكتر احترافية، بس انا بوصل الفكرة واللي تاخدها انت وتطور عليها بعد. تمام. وده كده البريميوم. طيب تمام. خلصنا دول. هنا هو ظهر لي بقى ان يجب ان يكون السعر مضاعف ل$5، يعني هنا هنبدأ ب$10. تمام. اساسي هنا لازم نختار يعني. طيب عشان كده بسرعة طيب برضو نفس الفكرة، ان اقل حاجة هنا هتبقى $5. تمام. هنا بقى في $5، يعني اقل حاجة اي حاجة اقل من $5 مش هيقبل. فخلينا كده تمام. حفظ المشكلة. ممكن نلغي دي خالص.
هنا بقى وصلنا للديسكريبشن نفسه او وصف الخدمة نفسها. هنعمل ايه؟ نرجع على جيميناي، يعمل لي وصف مختصر ويكون جذاب كده ومحترف او اكثر احترافية جدا، ويجذب اللي هيتفرج عليه او اللي هيقرا الوصف دوت، ويخليه كده يقتنع ان الشخص دوت مصمم محترف. تمام. بس كده. طيب تمام، هنا خلاص اهو. خد كوبي، نرجع هنا نحط لي كده وسط. خلصنا الحمد لله من الحتة دي. هنا بقى احنا محتاجينه من المشتري ايه؟ بص انا هنكتب هنا كده برضو. يبقى هنا انا عملت لي كده ان مش كل الناس تبقى بتعرف تقرا تكتب انجليزي او كده، فانا هنا دخلت كتبت له اهو، ونقول له بقى كده تحتها ترجم. طيب تمام، خلصنا عليه الحمد لله. ما شاء الله كده اهي، نعمل له كده. الحمد لله خلصنا النقطة دي، ودي كانت اسهلهم اصلا. هنا بقى نحط صور لشغلنا، فهنا بقى دي اللي الجيماي هيساعدنا فيها. انا كده تعالى بقى على، انا وصلت للصفحة اللي هضيف فيها صور الخدمات بتاعتي. انا عايزك تعمل لي 3 صور، 3 تصاميم محترفة واحترافية جدا توضح الفكرة ان احنا ازاي هنعمل 2 لوجو، او لوجو اساسي واللوجو التاني يبقى هدية، ويكون في ال3 صور موضحين الكلام ده. ما هو كده كده هيعمل الصور. انا عايزك تعمل لي ال3 صور يكونوا بتصميم احترافي اكتر، ويكون شكله جذاب كده وشيك ويشد العين، واكتب لي في اول صورة اللي خلاها هي الصورة بتاعت الخدمة كلها المميزات اللي احنا هنقدمها له، والصورتين التانيين يبقى شكلهم شيك كده وأكن واحد محترف فعلا اللي عامله. تمام يا عم علي المحترف. هي دي حلوة، بس انا عاوز الوان تكون جذابة اكتر من كده وتكون شكلها شيك. لا انا عاجبني اللي هو عاملها، بس تمام. طب اعمل لي التصميمين التانيين بقى وخليهم يبقوا باينين كده ان انا عملت مثلا شغلي، وان دوت حاجة من شغلي، وحط لي في كل صورة او تصميم من التصميمين النوعين من اللوجو اللي انا هقدمهم للعميل، واحد محترف واحد احترافي، والتاني يبقى تكميلي. اعمل لي بقى التصميم التاني، وعايزه يكون محطوط على بيزنس كارد كده، وعلى يكون خلفية بتاعته مكتب، وان هي شركة شيك وكده وبتستعمله. تمام. هنا المشكلة اللي هتقابلنا بقى، لان مش هينفع نحط صورة زي ما هي كده تبان ان احنا نصابين. تمام. كلمة AI دي معظم ادوات الذكاء الصناعي يبقى حاطين لك صورة كده بدل ان هي معمولة بالاي اي، وخصوصا جيميناي. تمام. هنا بقى انا في حاجة يعني ممكن تستعملها غير جيميناي خالص، اللي هي هنفتح موقع ايدج زي كده مثلا، مايكروسوفت ايدج ده من على الموبايل او من على ده من على الكمبيوتر اسف، او على الموبايل. في برضو ابلكيشن كده اسمه ايدج. ايدج ده لو بتاع بس ذكاء اصطناعي، لو الموديل بتاعهم في انشاء الصور على فكرة هو احسن مليون مرة من جيميناي. تمام. جيميناي بستخدمه عشان سهل بس، وان انا كنت بشرح عليه لان هو بيبقى متوفر عند الناس كلها، بس لو هنيجي على الموبايل انا عموما في انشاء الصور وكده بستعمل الكوبايلوت ده. فدلوقتي هنقفل بقى عشان كده. ممكن اقول لك على حاجه، ممكن ناخد الصور من هنا، لان الحاجه دي انا كنت عاملاها من على الموبايل، فانا هحط لك برضو من على الموبايل ازاي تستخدمها. تمام. هنزل الصوره دي، نيجي هنا هنديله الصوره. طيب اخترنا الصوره، هنخش هنا اقول له ايه بقى. تمام. هنا المفروض بعتله الصوره عشان هيشيل لي العلامه المائيه فيها لما هيرد. زي ما قلت لكم يعني الكوبايلوت دوت بأمانة ربنا جبار أوي في إن هو إنشاء الصور وكده. لا شغله عالمي، شغله جامد. بعيدا عن جيميناي، جيميناي لسه كده كده بيتدرب، وهو مش
يعني مش معمول نسخة معينة للصور يعني. تمام، هنا ابتدى يعمل هنا يعدل الصورة، وغالبا هنا كده يبقى في مشكلة. طيب تمام، ممكن نقول له كده. بص، انا بعمل دلوقتي بحط خدمة او وظيفة معينة على موقع فايفر وكده، فانا عايز اعمل صور دعائية للشغل بتاعي. Hey, Nader. I'm Copilot, and welcome to Vision. Think of me as your co-pilot while you explore online. I'm here to help with whatever you need, so go ahead and ask me anything about the webpage you're on. Speak me Let's make Arabic. your browsing experience. Speak me Arabic. بالطبع نادر، أنا هنا لأتكلم العربي وأقدر أساعدك بأي حاجة تحتاجها. ممكن أشوفك بتصفح الويب؟ في حاجة معينة عايز تسألني عنها؟ طب عشان خاطر الخصائص اسأل السؤال ده، هو انت تقدر تشوف الموقع اللي انا فاتحه دلوقتي على الويب؟ أيوة، أقدر أشوف الموقع اللي أنت فاتحه دلوقتي ومستعد أساعدك في أي حاجة تحتاجها عليه. يا لو لهوي، عندك أي استفسار أو طلع مفيش خصوصية خالص يا جدعان. ماشي، خلينا أقدر أشوف نمشي. الصورة اللي وريتها لي وهي تظهر الصفحة اللي أنت فاتحها حاليا. لو محتاج أي طيب بص، انا المفروض ان انا بعمل أنا دلوقتي هنا معاك. طب أنت اسمعني بقى. بتتصفح اسمعني صفحة إخبارية اسمعني فيها أخبار متنوعة. يا عم، شفت اسمعني. حاجة لفت انتباهك أو عايز تعرف تفاصيل أكتر عنها؟ انا عايز أهلا نادر، يا عم أنت اسكت. بتتصفح صفحة مليانة أخبار ومعلومات. في حاجة معينة عايز تعرف؟ انا عاوز اعمل دلوقتي، بحط خدمة على موقع فايفر، فعاوز اعمل 3 تصاميم. مفيش مشكلة. مش عايز نعلق على أي حاجة في الصفحة؟ يا عمي، انت عارف موقع فايفر، انا بعمل دلوقتي خدمة عليه، فانا عايز اعمل 4 تصاميم او 3 تصاميم. دول اللي هم يكونوا الصور بتاعت الخدمة بتاعتي عامل في ايه. أكيد ب... سامعك وأقدر. أيوة نادر، اللي هو سامعك. بيهيس شايف بيهيس. عموما يعني عشان هو بيهيس، فخلاص كده. اديله واحدة باد وزر. ماشي، خلينا نرجع هنا في الحتة ديت يا جماعة. انا هستعمل الموبايل، فانا هقفل بقى الفيديو وهرجع لكم تاني. الموبايل بقى نعمل كده، نخش على تعديل. الحاجة ديت هتبقى ديت بدون استخدام أي برامج تانية أو كده. دي حاجة موجودة في الموبايل نفسه، هتلاقيها في معظم الموبايلات نفسها دلوقتي. لما تخش على تعديل الصور، يعني خلينا نبدأ من الأول تاني. علامة القلم اللي تحت دي كده التعديل اهي. نخش على إنشاء، محو. نكبر الصورة بقى على اي ديت، أنا هعلم عليها كده. تمام. ممكن فايفر ديت أنا امسحها، أنا هسيبها موجودة، بس أنا عشان بس أوريكم ممكن تعمل. بقت الصورة اهي. تمام، ممكن عادي هسيبها زي ما هي كده، حفظ. تمام، نرجع بقى للكمبيوتر. عملت الصور اهي، هاخدهم كده وهبدأ بدي. تمام كده الصور نزلت. تمام، هنا كده خلاص. هنا بقى المفروض نحط ملف PDF وكده، فانا عشان اختصارا لوقت الفيديو مش هعمل دي، بس انت ممكن تخلي جيميناي يعمل لك كام صورة كده. تمام، وتاخدهم انت تعملهم في ملف PDF على طول وتحطه هنا، يبقى ده هيزود يعني ايه المصداقية بتاعتك اكتر. هنقول بقى بنضيف علامات. تمام،
تمام، نعمله بقى حفظ. تمام، هنا كل اللي علينا بقى احنا هنا كده خلصنا. اعمل له نشر. هو الف مبروك عليك كده، الخدمة بتاعتك اتنشرت، وبإذن الله بقى يبتدي يجيلك عملاء وكده. تمام، جالك عميل، هتعرف منين انت جالك عميل؟ ثواني بس الصفحة تحمل. هتبص فوق هنا كده عند علامة الرسايل دي، هتدوس عليها، هتلاقي بقى يظهر لك المراسلات. في ناس اصلا يعني لو انا كعميل وحابب ان انا اشتري الخدمة بتاعتك، بيجي لك هنا في الاشعارات او في الرسائل. تمام، هو بس كده عشان انت بس راح في 60 ده عندي خير حاجة كده خلاص. ده كده هو دي الخدمة اللي انا لسه عاملها دلوقتي، فيعني خير. دول بقى ما كانش منهم بقالهم فترة كبيرة جدا منشورين، ده بقالهم بتاع سنتين ولا اكتر. بس انا كنت عامل اخفاء، او ان انا موقف الخدمة خالص الفترة اللي فاتت دي كلها، فعشان كده ما جاش عليه اصلا اي مشاهدات، وغالبا مش هيجي لان الخدمات ديت قديمة وانا ما جددتهاش. فانا بس دول كده هم بداية. زي ما قلت لكم الاكونت ده يمكن بداية شغل عليه اللي هو كانت امبارح، بس لما عملت الفيديو بتاع امبارح وما كملش، فده النهارده. بس كده، وبالتوفيق ان شاء الله.